السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا فيديو جديد، فيديو اسطوري. اخرت عليكم انا عارف، ولكن ان شاء الله من خلال الفيديو ده هقول لك ازاي تشتري اي حزمه، تفتح اي باكج بطريقه مجانيه من غير ما تدفع جنيه ولا تدفع دولار، ايا كان انت من دوله ايه. اعمل لايك، اشترك في القناه، صلي على النبي في كومنت، لان يا صديقي باختصار الحساب اللي انت شايفه قدامك ده هسلمه الواحد في الكومنتات مجانا. لازم بس تكون عامل لايك واشتراك كده بالحب يا صديقي، وتكون مصلي على النبي في كومنت، ما تعملش اي حاجة تاني. انا هتواصل معاك ان شاء الله. تمام، مبدئيا يا صديقي عندنا في الفيديو بتاع النهاردة فيديو اسطوري ان شاء الله، من خلاله هخليك تشحن كوينز لنفسك. محدش هيشحن لك، يعني ما هقول لك انا هتشحن لك، لا انت هتشحن لنفسك علشان تحافظ على حسابك. شحن شرعي مليون في المية. مش هخليك تدفع فلوس، هخليك تفتح اي باكج انت عايزه، هتخلي حسابك اسطوري من غير ما تدفع جنيه حرفيا في اللعبة. هتقول لي ازاي؟ هقولك اخليك تشحن كوينز بطريقة مجانية، والتجربة اللي انا عاملها هي عن طريقتين. الطريقة الاولى دايما بشرح عنها، والطريقة التانية هي طريقة جديدة يا صديقي هشرح لك عنها من خلال الفيديو بتاع النهاردة. طيب انت من خلال الفيديو بتاع النهاردة ده هتقدر تعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان نزل عندنا صديقي حزم جديدة، ونزل عندنا باكجات جديدة. يعني مثلا متواجد معانا زي ما انت شايف قدامك كده حزمة البرتغال، عندنا رونالدو بيوصل 105 طبعا دبل بوستر. وكمان يا صديقي عندنا هنا حزمة انجلترا، عندنا هاري كين دبل بوستر، وباقي اللعيبة بوستر. تقدر بقى تشتري برضو اي مدرب، اي لاعب، اي حد متواجد هنا يا صديقي، ايا كان اسمه او ايا كان الباكج اللي انت عايزه. مش بس كده، تقدر كمان تفتح على اي باكج انت عايزه من باكجات الايبك او البيك تايم ايبك اللي انت شايفها قدامك دي. يعني مثلا باكج اللي فيه كرويف، في انزاغي، في جورد ألبا صديقي، تقدر تفتح عليه بكل سهوله. وكمان عندنا الباكج اللي فيه كفارة سخيليا، وعندنا فيتينا زي ما انت شايف قدامك كده، وديفيد رايب برضه يا صديقي تقدر تفتح عليه بكل سهولة. طبعا عندنا كفارات سخيليا دبل بوستر الباكج اللي انت شايفه قدامك ده صديقي. تمام، تقدر تفتح على اي باكج من الباكجات دي. تقدر تفتح على باكجات المنتخبات العربية، تقدر تفتح على باكجات يا صديقي المنتخبات اللي هي مشاركة في كأس العالم، المنتخبات الأفريقية. عندنا مصر، عندنا المغرب، عندنا السنغال، وكمان يا صديقي عندنا الجزائر، وعندنا صديقي كل المنتخبات المتواجدة هنا تقدر تتعاقد معاها بكل سهولة وتفتح كل الباكجات. طيب ازاي بقى اقدر افتح الباكجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة وكمان من غير ما ادفع فلوس؟ هو اصلا في حد هيقدر يدفع يعني او يفتح مثلا باكج من غير ما يدفع فلوس؟ ايوه صديقي، تقدر تفتح اي باكج انت عايزه من غير ما تدفع فلوس نهائي حرفيا. هقول لك ازاي يا صديقي، ولكن تابع مع الفيديو للنهايه. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. اي طريقه اشرحها هتنزل على الكومنت المثبت، هتلاقيني مثبت لك طبعا يا صديقي اللينكات بتاع الطرق في الكومنت المثبت. ضروري 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 تسمع الشرح علشان يا صديقي تستفيد. ويعني لازم يا صديقي في حاجات انا مش هشرحها في الطرق. ليه؟ هقول لك ابحث عنها، لان حاجات غير شارحها. يعني مثلا هقول لك واحد اتنين تلاته، طب تعمل كذا ازاي؟ اقول لك روح ابحث في اليوتيوب مثلا او في اي حته عن كذا كذا، وانت هتفهم ازاي تستخدم الطريقه باسهل حاجه. انا جايب لك تجربتي وجايب لك طبعا الحاجات دي اللي انا استخدمتها عشان اشحن كوينز. تقدر تشحن كوينز عن طريق اللعبه، عن طريق الموقع، عن طريق اي شيء يا صديقي انت عايزه. مبدئيا يا حبيب قلب اخوك، تعالى اشرح لك الطريقه اللي دايما بشرح عنها، وده دايما بستخدمه. حرفيا شحنت منه داخل في حوالي 10000 كوينز بدون اي جنيه. شايف انت النقط اللي قدامك دي والمهام دي اللي انا علمت عليها؟ لازم كلها تجمعها يا صديقي ولازم تعملها. طيب هتجمع النقط وبعد كده هتدخل يا صديقي هنا زي ما انت شايف قدامك كده، عندنا حاجه اسمها كود الدعوه. طبعا انت لو كتبت الكود ده بتاعي هتاخد نقط اللي انت شايفه قدامك ده. لو كتبته عندك ودوست كونفيرم هتاخد نقط يا صديقي، وهتديني انا شخصيا نقط برضو زي ما انت شايف قدامك كده. طب انا جمعت النقط يا ازارو، اعمل ايه بعد كده؟ هندخل يا صديقي على المحفظه زي ما انت شايف قدامك كده. عندنا طبعا جميع الالعاب، عندنا فيفا، عندنا بابجي،
عندنا روبلوكس، عندنا جوجل بلاي، وكمان يا صديقي عندنا كل شيء انت تقدر تستخدمه للمصريين، عندنا فودافون كاش، وكمان عندنا باي بال. طبعا الناس اللي عايشه بره مصر هتقدر تستخدم كروت جوجل بلاي. طبعا كارت جوجل بلاي هتطلبه يا صديقي $1 او $2، وهيبدا يجي لك، هيبعتوا لك رساله بالكارت، وطبعا هتقدر تحط الكارت تشحنه في جوجل او في اللي هو المتجر، وتبدا يا صديقي بكل سهوله. طبعا هيطلع لك عندك فوق في حاجه اسمها هوستيرو فوق ده، تمام. طبعا يا صديقي هتاخد الكارت عادي جدا، وبعد كده هتروح على المتجر وتشحنه. هتقول لي يا ازار انا ما بعرفش اشحن الكارت في المتجر. هقول لك يا صديقي خش على اليوتيوب على اي مكان، اكتب طريقه شحن كارت جوجل بلاي في المتجر وازاي اشحنه، هيجيب لك يا صديقي. بعد كده هتدخل على اللعبه وتشحن عادي جدا عن طريق جوجل بلاي، وبكده هكون شحنت. لينك البرنامج ده هسيبه لك برضو في الكومنت المثبت، مضمون مليون في المية. وانا نزلت قبل كده اصلا كروت جوجل بلاي من البرنامج ده على الانستا عندي، سايب لك لينك الانستا برضو في الكومنت المثبت. ان شاء الله في 20 كارت $1 و$2 باذن الله هينزلوا ان شاء الله خلال اليومين دول، يعني ممكن بكره او بعده باذن الله. تعالى بقى نشوف الطريقه التانيه. اما الطريقه التانيه يا صديقي زي ما انت شايف قدامك كده، اصلا بتنزل بيبقى معاك 60 جنيه مصري، او ايا كان الدوله اللي انت فيها بيحسبها لك بالدولار او ايا كان عمله دولتك، تمام. عندنا الموضوع عباره عن استبيان، لازم تجمع 386 عشان تبدا تسحب من الابليكيشن ده. طبعا الطريقة مجربة ومضمونة مليون في المية. عبارة عن استبيان بتعمله يا صديقي، كل استبيان بتاخد عليه حوالي 55 جنيه، تمام. بتضغط يا صديقي زي ما انت شايف قدامك كده على ابدأ الاستبيان، وعادي جدا بتجاوب على بعض الأسئلة خلال 4 دقايق أو 6 دقايق. طبعا هنا مثلا بيحسب لك وقت الاستبيان 6 دقايق، ولكن يا صديقي أنا هسرع الفيديو. طبعا كلها إجابات، بص لازم يا صديقي تجاوب عليها ايا كان الاجابه. بتقول له مثلا انا عندي كام سنه، عندي مش عارف ايه الكلام ده، كلها اسئله سهله جدا جدا. وطبعا يا صديقي اسئله مش مستاهله اساسا ان انت تاخر فيها والجو ده، لا اسئله سهله وكلها هتقدر تجاوبها، وفي الاخر هتخلص الاستبيان. وكل ما تجاوب على بعض الاستبيانات، طب هما بيستفادوا ايه يا ازارو؟ طبعا يا صديقي بيستفادوا ان انت بعض الوقت بيجيب لك اعلان، فبتسمع الاعلان، فهم بياخدوا برضو من وراك فلوس كتير جدا، وانت متنزل ابلكيشن وبيخلي غيرك ينزله، فبرضه بياخدوا من وراك فلوس كتير جدا عن طريق التنزيلات. طبعا بعد كده يا صديقي هتدخل هنا على السحب عن طريق الحاجات اللي قدامك دي، عن طريق باي بال، عن طريق الفيزا. ولكن انا شايف بصراحه ان البرنامج اللي شرحته قبل ده سهل، لانه بيقدر عندك خيارات كتير، تقدر تشحن العاب تانية، تقدر تطلع كروت جوجل بلاي. ولكن للاسف ده ما فيهوش كروت جوجل بلاي، لازم فيزا او باي بال. طبعا اللي ما عندوش باي بال يتواصل معايا وانا هسحب له ان شاء الله من البرنامج. طبعا دول الاتنين شغالين. انا شايف ان الطريقة، شايف زي يعني الاولى اسهل بصراحة. الطريقة اللي انا شرحتها اول حاجة، وده اصلا انا شغال عليها وشغال لحد دلوقتي، بتطلع كود جوجل بلاي. لو بتلعب بابجي موبايل هيطلع لك برضو كود بابجي موبايل، وازاي تشحن الكود. تبحث في اي مكان ازاي نشحن الكود، اهم حاجة انت خدت الكارت جوجل بلاي او خدت الكود، بعد كده كل شيء سهل. وبكده انا وصلت لنهاية الفيديو يا صديقي. اتمنى بقى لو وصلت لهنا تعمل لايك، اشترك في القناة، فعل الاشعارات على الكل. اشوفكم فيديو اخر، سلام.